يرى أبو صالح أن الكرد الفيليين عندهم مشاكل كثيرة ومعاناتهم جاي تزيد يوم بعد يوم. لذلك الحل من وجهة نظره أن تقوم الحكومة العراقية بتعيين أحد الأكراد الفيليين حتى يكون مسؤول عن ملف الكرد الفيليين بشكل عام، ويعمل على حل كل المشاكل والصعوبات اللي يعانون منها. 3 وزراء أنا كرد فيلي كان عندنا يشتغلون هم يشتغلون، وإجوا 3 مرات جينا أنا حتى هالمكان انطوهم كل واحد 100 دينار كل شهر لحد قائلة 5000 5000 ورقة اعطيناهم زمان نوري مالكي. بعد من ذاك كل شيء ماكو. هسه الكراد الفيلي يروحون ما يسوون شغلة مالتهم. هسه احنا من دولة رئيس الوزراء نريد الملف الكرد الفيليين في العراق او في كل المحافظات لازم شخص كردي مسؤول، مو واحد عربي ما يكتب شاني شو مسوي. كردي يعرف فلان ابن فلان يسوي له شغلات. حاكم هم يريد حاكمين. الملف الكرد الفيليين لازم الاكراد الفيليه موجودين. احسن حاكم هذا صدام حسين نريد هداد خلي يجيبوا. احنا نريد نطلب من دوله رئيس الوزراء ومشكلات مع الكرد الفيليين هوايه.